السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معاكم الفراخ بتتبيلة تحفة زي الحاتي بالظبط يا جماعة، وهنعمل معاكم الريزو التحفة ده. خليكم معانا وشوفوا الطريقة. أنا جبت فرخة كاملة كده، نقعاها في معلقة سكر ومعلقة ملح وليمونة كده. عندنا بقت بيضة وزي الفل كده زي ما انتوا شايفين. قطعتها كده اهو يا جماعة، مقطعاها على حسب ما انتي عايزة. مقطعاها حتت كده زي ما انتوا شايفين. هعمل معاكم الخلطة بتاعتها التحفة. حطيت بصل في الخلاط وحطيت طماطم وهنضربهم بالخلاط زي ما انتوا شايفين. احسن ما تبشروهم، ضربتهم في الخلاط. جبت مصفى، انا عايزة المية بتاعت البصل والطماطم بس. مصفى كده زي ما انتوا شايفين، وهصفي الطماطم والبصل. انا عايزة المية بتاعتهم بس اهو. صفيت اهو المية بتاعتهم بس يا جماعة. هحط علبة زبادي. الزبادي بيطر لحم الفراخ جدا جدا. معلقتين زيت، معلقتين خل اهو. قد ايه ان الخلطة بتاعتها تحفة، بتخلي ريحتها جميلة جدا جدا للفراخ يا جماعة. حطيت كمان بهارات، معلقة كبيرة كده بهارات فراخ اهو. وعندنا حطيت فلفل اسمر اهو. وحطيت معلقتين من الصلصة كمان. جربوا الخلطة بتاع الفراخ دي يا جماعة، جميلة جدا جدا، هتعجبكم اهو زي ما انتوا شايفين كده. حطيت ملح على حسب الفراخ اللي انتي هتعمليها. هقلب الخلطة الجميلة دي. معلقة صغيرة صويا صوص زي ما انتوا شايفين، ومعلقة دبس الرمان. لو مش عندك ممكن تستغني عن الحاجتين دول، تبقى جميلة برضو. هنقلب الخلطة التحفة دي، وهننزل الفراخ اللي انا قطعتها بعد ما غسلتها يا جماعة كويس جدا بعد التقطيع كمان اهو. هقلب الخلطة دي. قد ايه ريحتها جميلة جدا جدا، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. هنزل قطع الفراخ بقى اللي انا مقطعاها على حسب رغبتك، تقطعها على 8 على 4 على حسب ما انت عايزة اهو. اهو زي ما انتوا شايفين انا حطيت الفراخ في التتبيلة كده اهو. الفراخ انا منضفاها كويس زي ما انتوا شايفين يا جماعة اهو. هدخل الفراخ كلها في التتبيلة دي، اسيبها حوالي نص ساعة صينية كده، وهرص فيها الفراخ اهو. هندخل الصينية دي الفرن بقى يا جماعة بعد ما رصيت الفراخ واحدة جنب واحدة كده اهو. اهو يا جماعة انا طلعتها كده من الفرن، قعدت حوالي ساعة في الفرن. بتسخني الفرن كويس جدا 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 قبل ما تحط الفراخ، وبعدين بتهدي النار عليها بعد ما تدخل الفراخ كده زي ما انتوا شايفين. انا حطيتها في بولة كده ستانلس اهي. الصينية اللي انا عملت فيها شويت فيها الفراخ وريها لكم. جبت بولة كده حطيت فيها الفراخ، وجبت فحمة وحطيت على الفراخ تاخد ريحة الشوي. بصوا جميلة جميلة قد ايه يا جماعة، ولا ريحتها وطعمها تحفة تحفة. وعملت جنبها الرز الريزو ده، انا كنت عاملاه في القناة قبل كده. الف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.